من حليب الصيف ومن غير اي اضافات. هنشتغل شغل حلو النهارده، هنطلع كميه من القشطه، كميه ممتازه بالنسبه لجو الصيف وبالنسبه لحليب الصيف، لانه بيكون حليب يعتبر مملح شويه، فبالنسبه للقشطه بتاعته بتبقى قليله، والجبنه برضو بتاعته ما بتبقاش مظبوطه. لان النهارده ان شاء الله هنشتغل شغل حلو، هطلع لك كميه قشطه ممتازه، وكمان هطلع لك الجبنه بتاعتك طريه وحلوه ومزبده زي جبنه الشتاء بالظبط. هنشتغل شغل زي شغل الشتاء، بس هو شغل صيف. يعني هرطب لك الحليب وفي الوقت نفسه هو حليب صيف. دول 10 كيلو حليب هنطلع منهم انتاج ممتاز باذن الله. تعالوا في البدايه نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله اصحابك اجمعين. عندنا هنا 10 كيلو من الحليب. الحليب ده انا شارياه من واحده ست بتحلبه من الجاموسه، وتصفيه بنصفه حته قماشه كده في البرميل، وتصفيه وتحطه لنا في الاكياس زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بتعمل لنا الاكياس دي نظيفه، يعني جايباها مضمونه وكويسه. الحليب عندي متصفي وكويس. لو انا جايباه من مكان مش متصفي بضطر ان انا اصفيه الاول قبل ما اشتغل الشغل اللي معايا ده. جبت عندي هنا في الصيف، انا بشتغل في اي حاجه في الصيف، اما في الشتاء لازم اشتغل في حله ألمونيا علشان اسخن الحليب بتاعي على النار. تمام. ايا كان الحليب في فصل الشتاء لو جايلي متلج، بحاول ان انا ادفيه زي دمعه العين. طيب جايبه الحليب في فصل الصيف زي ما احنا دلوقتي كده، ببدأ اشتغل من شهر 4 لغاية شهر 9 على حليب صيف. يعني الاخر 8 كده، ده كل ده حليب صيف. بفضي الحليب في الطبق زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وباخده واوديه على طول على التلاجة. ايا كان الحليب عندي ساقع او مش ساقع، لازم ادخله مرحلة التلاجة دي شوية. تمام. بيعمل لي كمية القشطة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي كده. في الوقت ده اللبن اترطب زي لبن الشتاء بالظبط، فبيعمل لي حتة جبنة جميلة زي الزبدة، وفي الوقت نفسه بيعمل لي حتة قشطة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ممتازة. تمام كده. يبقى احنا اتفقنا حليب الصيف بدخله التلاجة الاول وبرجع اطلعه بشتغل. حليب الشتاء بدفيه على دمعة زي دمعة العين على البوتاجاز، وبحط بنفس الشكل. يعني الطريقة اللي جاية دي ده شغل شتاء وصيف. تمام. يبقى انا كده حطيت الحليب عندي 12 ساعة في التلاجة، طلعته حطيته على الرخامة، قعد من 20 ساعة ل 24 ساعة في شغل صيف. تمام كده. تعالي بقى شوفي القشطه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عامل كميه قشطه جميله. الجبنه عندي زي العسل. في الوقت نفسه الجبنه عندي مش متفله ولا مفتحه زي الفشه كده ولا اي حاجه خالص. جبنه زي الزبده جميله وحلوه قوي. ليه بقى؟ لمرحله الترطيب اللي احنا حطيناه في التلاجة الاول للحليب. بعد كده طلعته من التلاجة بعد ما حطيته 12 ساعه في التلاجة، حطيته على الرخامة 24 ساعة. من 20 ساعة ل 24 ساعة ورجعت جبته تاني في التلاجة، قعد نص يوم كمان. المرحلة اللي بعد ما ياخد قشطة وجبنة معايا واحطه في التلاجة، عايزة تقعديه يوم سليم قعدي، عايزة تقعديه نص يوم قعدي. انا بوديه المرحلة دي علشان اخلي القشطة بتاعتي تجمد. طيب انا ما عنديش مكان في التلاجة، اخد القشطة بتاعتي من على وش اللبن وهو على الرخامة واسيبها بعد ما يعمل جبنة تحت. وبعد كده اخد الجبنة احطها في الحصيرة، والقشطة بحطها في التلاجة لغاية ما تسقع شوية عشان تسهل معايا عملية الخض بتاعتها. تمام. القشطه عندي جميله وحلوه زي العسل. هسيبها بقى حوالي 10 دقايق كده وابدا ان انا اقشط. تمام. بس علشان تبدا بس ان هي تفك معايا شويه من السقعه اللي موجوده فيها من التلاجة. هبدا اخد بقى كل الكميه اللي على الوش دي. وده فيديو لحليب الصيف. عندنا كان على القناه الكبيره اللي كنا عاملينها قبل كده بتاعه ام يوسف الريف، حصل فيها شويه مشاكل، فهنشتغل مع بعضينا على القناه دي باذن الله، والتانية عليها شويه مشاكل كده ربنا ييسر لها الامر باذن الله. تمام. يبقى احنا هعمل لكم برضو في الشتاء ان شاء الله فيديوهات لحليب الشتاء. جبت الميزان بتاعي وبدات هاخد القشطه بتاعتي، صفرت الميزان على الطبق علشان ابدا ان انا اخد كميه القشطه. بحب ان انا اوزن معاكم كل حاجه علشان نشوف الحليب. مثلا 10 كيلو حليب، الكيلو فيه ب30 جنيه او ب35 جنيه. هشوف القشطه بتاعتنا تطلع كام. في ناس بتحب تخلي القشطه زي ما هي ما بتخضهاش، فتحسب حسابها على انها تخليها زي ما هي. في ناس بتحب تحولها لزبده، فهنحولها مع بعضنا النهارده لزبده برضو. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل لكم فيديو جبنه من غير حصيره. تمام. للناس اللي ما عندهاش حصيره. هاخد بقى كميه القشطه بتاعتي دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كلها، وهوزن في الميزان بتاعي واشوف طلعت معايا كميه قد ايه. كميه القشطه عندنا بتبقى معزوله عن الجبنه، باخدها هي بس، مش باخد خالص كميه من الجبنه من تحت. بس كده. تعالوا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا كيلو 300 جرام. تمام. يعني زيادة عن كيلو وربع وقليلين عن كيلو ونص.
طب تعالي بقى هنا كده في الجبنه بتاعتنا، حابه ان انا برضو اوريكم حته الجبنه بتاعتي مش مخرمه ومش بايظه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شغل زي شغل حليب الشتاء بالظبط، يعني كأني في الشتاء، مع ان رغم ان الجو حر جدا. احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله في شهر 6 ده حر جامد. فبسم الله ما شاء الله النتيجه طالعه معانا زي الفل اهي، حلوه قوي. هنشتغل بقى النهارده كده ان شاء الله في الحصيره. الدنيا تمام وحلو زي العسل، بسم الله ما شاء الله. حتى تحسي ان حته الجبنه زي الزبده كده. الولاد بقى بيحبوها في الوقت ده كده، بحط لهم شويه، بيقولوا لي هات لنا شويه قشط، مش عارفه هم مسمينهم قشط زبادي يعني. بس جبت الحصيره بتاعتي والصاجه بتاعتي وحطيت فيها الطبقين، بحيث ان بحيث ان الحصيره بتاعتي تبقى عاليه عن الصاج. لما احط فيها الجبنه كده ما تسقطش لتحت في قلب الميه، بحيث ان تتصفى كويس من الشرش بتاعها او النقيع بتاعها. نزلت بالجبنه بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في الحصيره على قد الكميه بتاعتي. عندي الحصيره اللي هي المتر بتاخد ال5 كيلو جبنه، ال5 كيلو لبن يعني ما يعملوا جبنه يعني. الحصيره المتر ونص بتاخد ال10 كيلو، بتبقى حتتها ماسكه نفسها وحلوه زي ما هتشوفوها مع بعضنا في الفيديو. بس هبدا بقى احط للولاد الاول حته بالف هنا وشفا يا رب. ده بقى طبعا لو احنا نوزنه من الميزان، بس لا مش مشكله، مش هتفرق يعني، بالف صحه وهنا. هعدل بقى تعديل بسيط كده في الحصيره، وابدا ان انا اقفل الحصيره بتاعتي. هقفلها في المرحلة دي، هتاخد حوالي نص ساعة وارجع لها تاني. هنا كده بعد ما اخدت نص ساعة بنفس الشكل زي ما سبتها معاكم بالظبط، هبدأ بقى ادمج الحصيرة بتاعتي كويس، بحيث ان لو حتة تخينة برققها شوي، حتة خفيفة بتخنها شوي. بخلي الحصيرة بتاعتي كلها ميزة واحدة، مش بلعب كتير في الجبنة، بس بحاول ان انا اظبطها، يعني بظبط بالحصيرة، وبعد كده الحاجة اللي محتاجة تنزل فيها ايدي بتنزل. خلاص مش محتاجة ايدي تتحط فيها، خلاص زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، واتعدلت معايا في وقت بسيط. وفي الوقت نفسه ما سبتهاش لما نشفت قوي، تحس ان هي لسه طريه شويه، وفي الوقت نفسه متصفيه. بتاخد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع على الحصيره، على حسب حته الجبنه بتاعتك. انتي حطاها فيها طريه قوي او متماسكه قوي. تمام، بس هعلقها كده بقى لغايه الصبح. علقتها لغايه الصبح. هنا بقى بعد ما علقتها جيت شلت بقى الاطباق بتاعتي اللي هي كانت رافعه الحصيره عن الشرش او النقيع، وهبدا اخد النقيع ده كله او الشرش ده كله، ميه الجبنه دي كلها اغليها. بس هغليها ليه بقى؟ يا نحفظ فيها الجبنه، يا نعجن بيها معجنات، يا اما نغليها نعمل بها جبنه قديمه. الجبنه اللي معانا دي هنعملها ان شاء الله الفيديو اللي بعد الجاي، جبنه قديمه فلاحي ومش فلاحي من البيت من غير خميره مش. جبت القشطه بتاعتي، وهبدا انزل بقى فيها بطبق واسع شويه، علشان وانا بخد ما تتبهدلش مني. وايدي نظيفه طبعا، غسله ايدي وانا في شغل اللبن، ما بحطش ايدي في اي شغل تاني غير هو الجبنه والسمنه والحاجه بس. تمام، ايدك نظيفه غسلاها، ما يكونش فيها ريحه يعني من اللي هو الحاجه اللي بنغسل بيها الهدوم، لا تكون هي مغسوله نظيفه بس. تمام، عشان ما تلقطش ريحه في الجبنه والزبده. طيب في المرحله دي بتاخد معاكي من 5 دقايق ل10 دقايق خض، على حسب بقى الزبده عندك في التلاجة، او يعني متلجة شوية او سخنة شوية. طبعا انا بحطها بقى في التلاجة شوية باللبن، علشان حتة القشطة دي تعمل معايا على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله بدأت تتقل معايا في ايدي. خلاص على كده، طالما بدأت تتقل بنفس الشكل ومفيش سوائل حواليها، خلاص بتبدأ بقى تخرز معايا وتطلع كمية الحمض اللي موجودة فيها، وتطلع لي الزبدة لوحدها يعني. تمام كده. طيب في المرحلة دي بقى محتاجة مية ساقعة ساقعة ساقعة، في الصيف أو في الشتاء أنا بحب أغسلها بمية ساقعة. لكام حاجة، أول حاجة علشان الحمض اللي موجود فيها ينزل في المية دي، علشان خاطر ما يبقاش فيها مرارة، يعني لو قعدت عندي فترة طويلة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما يبقاش فيها مرارة. تاني حاجة علشان لو هي طرية شوية معايا في الخض، بتبدأ المية الساقعة بتاعتنا دي تخليها تمسك نفسها شوية. تمام، ولو فيها زرد، الزرد بينزل في المية برضو. لازم نغسل الزبدة عندنا في المرحلة دي علشان ما تمررش معانا لو قعدت في التلاجة فترة طويلة. بس ببدأ بقى ألمها على بعضيها كده بنفس الشكل، وبسم الله ما شاء الله، يعني أنا ما فصلتش خالص التليفون، وبسم الله الله أكبر ما خدتش حوالي 5 دقايق 7 دقايق بس. وعملت بنفس الشكل. تمام، في المرحلة دي بقى انت مش حابة تخضي بإيدك، خدي بالمضرب السلك أو الكهرباء، أو تقدري تحطيها في الكبة لو عندك كده يعني زي ما تحبي. بس طبعا مش السلاح اللي هو بالسكاكين، الكبة حط السلاح اللي هو العاج اللي هو البلاستيك ده. بس هاخد بقى حتة الزبدة بتاعتي كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وجبت ازازة مية من الفريزر بس مش متلجة تلج، يعني تلج نص ونص. بدأت فضيتها في الطبق، وهنشل او هشيل كل الزبدة اللي عندي،
هبدأ احطها كلها في المية دي، اغسلها كويس فيها زي ما هتشوفوني دلوقتي. وبعد كده ابدأ ان انا المها واكعبرها او اكورها على حسب ما انت عايزة. وبعد كده ابدأ احطها في التلاجة او في الفريزر. تمام. اهي ببدأ اعجنها بنفس الشكل او اغسلها بنفس الشكل علشان الحامض اللي فيها. شايفين المية عندنا بيضت ازاي؟ المية دي بيضت علشان الحامض اللي موجود فيها. الحامض ده اللي هو بيبقى سبب في ان الزبدة عندي تمرر لو قعدت فترة طويلة عندي في البيت او في التلاجة يعني. طبعا الزبدة افضل حاجة ليها ان هي تتخض وتتغسل بنفس الشكل وتتوزن او تتكيس في اكياس وتحط في الفريزر. لما انت تحتاجي تجيبي كيس بكيس يعني، كرة صغنونة على قدك يعني مثلا نص كيلو او كيلو على حسب ما بتوزني بالرطل او بالكيلو، وتحطيها. ولما تحتاجي تجيبيها حابة انت بقى تسيحيها وتحطيها في برطمانات برضه بتبقى جميلة مش وحشة. اعصريها كويس علشان طبعا الميزان لازم نعصرها كويس علشان الميزان بتاعنا يكون ميزان مظبوط. وبسم الله ما شاء الله طالعة زي زبدة الشتاء بالظبط، مفيش فرق بينها وبين زبدة الشتاء. ولونها اخضر زي خض القربة تمام. دي القشطة دي كانت بتاعت الفيديو التاني اللي انا هنزله لكم بكرة بفضل الله وبإذن الله وبكرمه. دي جبنة من غير حصيرة، يعني عاملاها لكم من غير حصيرة للناس اللي هي ما عندهاش حصيرة او هتتعب لغاية ما تلاقي الحصيرة. بدأت حطيت الطبق وصفرت الميزان بتاعي وهبدأ ان انا اخد الزبدة علشان اوزنها. حاول ان انا اصفيها من المية اللي موجود فيها. خلوا بالكم من الكيل والميزان علشان خاطر احنا اللي هنتحاسب، اللي بتكيل واللي بتوزن هي اللي بتتحاسب. فخلوا بالكم من الحتة دي، حطوا بزيادة شوية، خلوها عليكم انتوا شوية هتلاقوها عند ربنا سبحانه وتعالى. طلع حوالي كيلو الا 20 جرام او كيلو الا 30 جرام، قولي كيلو يعني قولي كيلو. طلع لنا كيلو زبدة حلو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كيلو الزبدة كل بلد وليها سعر، في بيبيعوا ب250 وده مضمنوش قوي، في بيبيعوا ب300 وده ممكن نص ونص، في بقى ب350 وب400 دي اللي ممكن ان انا اصدق ان هي تكون زبدة مظبوطة. انما ب200 وب250 ده بيبقى الزبدة اللي هي الله اعلم برضه عشان ربنا ما يحاسبنيش على حاجة اقولها وكده. ممكن تكون منضافة زبدة معامل او زبدة مزارع. بس حطيت بقى في الحامض بتاعي هنا، ده فيديو عامله لكم للمش علشان خاطر نعمل الكشك ده الجميد يعني. فاخدت بقى بقيه الحامض اللي نزل من الزبده، حطيت فيه معلقتين ملح لان انا عايزه الجميد بتاعي يكون ملحه زياده. حطيتهم عليهم بيدوم برضو طعم وكده، وبعدين يزودوا في المقدار بتاعهم علشان يكفوني في الكشك بتاعي. علقتها بنفس الشكل كده لغايه الصبح. تعالوا تاني يوم الصبح كده الحصيرة بتاعتي كانت متعلقة، القماشة بتاعتي كانت متعلقة. القماشة دي اللي احنا عاملين فيها الجميد اللي هو المش بتاع الكشك اللي احنا هنعمله للكشك، مش ابيض، مش قديم. تمام. ودي الجبنة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بتاعتنا بتتعلق حوالي من 10 ساعات ل 12 ساعة بس في الصيف او في الشتاء، علشان لو اكتر من كده بتبدأ تصفر من على الوش، احنا مش عايزينها تصفر من على الوش. تمام. اهي الجبنة بتاعتي بسم الله ما شاء الله جميلة، مش ماسكة في الحصيرة في الوقت نفسه، الحصيرة مش متلوطة ومش متبهدلة. حتة ان الحصيرة ما تبقاش متلوطة كده، دي الجبنة بتاعتي ببقى حطاها مش طرية. يعني لو انا جيت احط الجبنة طرية في الشتاء، هي في الصيف بتبقى حلوة، في الشتاء هي اللي بتبقى، في ناس بتحب تغلي عليها كاتل مية وتحطها في الحلة وتسيبها متغطية نص ساعة وترجع تفضيها في الحصيرة بعد ما ناخد من عليها الزبدة القشطة. تمام. فكل واحد حسب ما بيحب يعني. ده الشغل ده اللي انا بقولكم عليه ده كان في الشتاء. انما في الصيف هي ما شاء الله بتبقى ماسكه نفسها. جبت سكينه سلاحها رقيق قوي وما هياش مشرشره علشان اقطع الجبنه ما تفتولش معايا وانا بقطعها. وسمينا الله كده وبدات بسم الله الرحمن الرحيم اقطع القطعه حوالي 3 او 4 او 5 صوابع بالكتير قوي، وهي 4 بتبقى حلو. على قد الاربع صوابع بتوعك كده بتبقى قطعه الجبنه معقوله. وببدا حطيت الميزان بتاعي وصفرته على الطبق اللي انا هحط فيه. هحط رشه ملح لان انا ما بحطش في الحصيره ملح، الملح بتاعي بحطه بعد ما بقطع الجبنه علشان ما تنشفش معايا في الحصيره قوي، علشان لما اوريها لكم الوقت واقول لكم انها بتبقى زي الزبده تصدقوني. انما لو حطيت الملح عليها في الحصيره هتنشف زياده عن اللزوم وتبقى قطعه الجبنه ناشفه قوي. بس بدات بقى اخد قطع الجبنه بتاعتي واحط على الميزان على طول تدريجيا على طول علشان خاطر ابدا ارصها رصه كويسه بحيث انها تاخد الشكل اللي هي مرصوصه عليه. ببدا احط القطعه اللي هي كانت على الوش وهي الحصيره متعلقه هي اللي تحت، علشان قطعة الجبنة ما شاء الله اللهم بارك تبقى واخدة
ارتياحها صح، وفي الوقت نفسه الحتت اللي هي مخرطة مكان او مخططة مكان الحصيرة دي يبقى شكلها جميل وهي قطعة الجبنة قاعدة. حطيت الجبنة بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، صلوا بينا على الحبيب. طلعوا معانا 2 كيلو دول كده 2 كيلو صافي. تمام. هحط بقى عليهم رشة ملح علشان خاطر هم دول هياخدوا الحياء بتاعهم او الملح بتاعهم. عايزاها دلعة ما تكتريش، عايزاها حدقة وهتلفيها في الشر في المش زودي عليها ملح علشان تصفي ميتها على طول. تعالي بقى نجيب طبق تاني ونحط عليه بقية الكمية. صفرت برضو الميزان على الطبق وهبدأ أرش رشة ملح برضو خفيفة، وهحط قطع الجبنة اللي باقية عندي أيا كانت كتير أو قليلة. بسم الله ما شاء الله. باقي حتة من الديل الناحية التانية برضو هنحطها دلوقتي، وهنشوف الميزان بتاعنا هيبقى طالع قد ايه. هنا عندنا ما شاء الله نص كيلو، بلاش خالص اللي احنا هنحطها التانية. نص كيلو، وعندنا 2 كيلو يبقى 2 كيلو ونص غير اللي الولاد كلوه غير الزيادة في الميزان. ده 600 جرام. هناك عندنا كان 2 كيلو، وقولي 2 كيلو و600 جرام على الأولاد خدوه، يعني طالعين حوالي 3 كيلو إلا ربع. تمام حلوين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي جبنة صافي. الزبدة عندنا طلعت كيلو زبدة بسم الله اللهم بارك. ال10 كيلو طلعوا لنا إنتاج بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ممتاز وفوق الممتاز. حابة أوريكم بقى حتة الجبنة أهي، شايفين زي الزبدة تاكليها كده حف. أنا عندي بسم الله ما شاء الله اللي في الطبق اللي لوحدهم فوق الميزان دول الولاد أكلهم حف كده من غير رموز. ألف صحة وهنا، وربنا يا رب يجعلها بالصحة والهنا عليهم والعافية يا رب اللهم آمين. هنا تعالوا بقى اوريكم حتة المشة بتاعتنا دي، حطها هنزل لكم الفيديو باذن الله اللي بعد الجاي باذن الله وبمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وبقدرته سبحانه وتعالى. يلا حبايبي لو حبيتوا اي حاجة اكتبوها في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله.